سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير للجميع. معكم أخاكم أمين مكدوبي كلينتون. سوف أقدم لكم ملخص جريمة مجنين. ملخص جريمة كاملة مجنينة موجب 1. تتلخص قصة مجنينة رشيد في واحدة من أبشع الجرائم التي هزت مدينة مكناس في تسعينيات القرن الماضي، والتي دارت أحداثها حول تصفية حسابات بين العصابات الإجرامية، وانتهت بقطع رأس الضحية المعروف بلقب ولد الطبال والتجول به. تتضمن تفاصيل وتطورات القضية ما يلي: وقائع الجريمة: أقدم مجنينة بمعية أفراد عصابته على تنفيذ عملية قتل بشعة راح ضحيتها شخص ملقب ب ولد الطبال في إطار تصفية حسابات. التمثيل بالجثة: قام الجاني بقطع رأس الضحية ووضعه داخل كيس، ثم تجول به حاملا الرأس إلى إحدى الحانات في المدينة. لحظة الصدمة: دخل الجاني بالحانة وعرض رأس الضحية على نادلة هناك، وذلك بعد أن طالبته الأخيرة بسداد ديون أو أموال كانت بذمته. المحاكمة: عرضت القضية على غرفة الجنايات باستئنافية مكناس، حيث قضت المحكمة في شهر ديسمبر من عام 1993 بإصدار حكم الإعدام في حق المتورط الرئيسي مجنينة. نهاية الرحلة: قضى مجنينة حوالي 48 سنة خلف القضبان، استفاد خلالها من عفو ملكي خاص أطلق سراحه ليخرج إلى مجتمع تغير كليا وتمر عليه أجيال لم يعاصرها. قصة مجنينة أصبحت تمثل في الذاكرة الشعبية المغربية درسا بليغا وعبرة قاسية للشباب حول العواقب الوخيمة التي قد تجرها لحظات الطيش والانحراف نحو عالم الجريمة. حول قصة مجنينة مكناس، الإفراج الذي تحول لدرس للشباب. شكرا. كان معكم أخوكم أمين مكدوبي كلينتون.